عسلامة مرحبا بكم من جديد في مطبخكم مطبخ سليمة تائن. شوفوا ملاحظة لي مكنتش باش نهبطوا الفيديو هذا خاطر ما صورتوش بالطريقة اللي تعجبني وكما نحب انا. اما بعد قلت برا سام خلينا نشارككم ونعرفكم باش تفهموني، والوصفة اسهل منها ما ثماش. اش نعمل اليوم؟ مقارونة في دمار وشوربة بالقرنيط. اول حاجة خذيناها هنا، شوف خذيت الكلامة والصوبيا والكروفيت والقرنيط، حطيته من قبل قصيت وحطيته يتصمت في الماء خاطر ياخذ اكثر وقت طياب من الفخوي دماغ. نصمته من قبل. الفحات هنا راهم عاديين كما تعرفوني، فحاتي ملح فلفل اكحل كركم وفلفل احمر. ديما نقول من حسب الرغبه، والحروريه كيف حسب الرغبه. فواحد هذوما كل ديجا صبيت كيلو زيت، وبعدش نبدا نقلي فيهم. انا هنا حطيت كعبات طماطم خضراء، طماطم مكعب يتصمتوا في الماء وبعدش نرحيهم. هنا عندي فلفل شايح ريتوه كفاف بالعبيد هذاك الشايح. انا نرمي منه جرينات باش يحرحروا لي الماكله. وهي الروسيت نتاع فخوي دماغ راهم يرميو فيه فلفل شايح، حتى فلفل الاخر نتاعنا الفلفل هذاك الكبير هذاك، فهمت؟ تنجموا تحطوا هذاك من عندي هذا. وهذا حار يعجبني خاطر حار. تو نقليو فخوي دماغ نتاعنا. قلنا عملت صوبيا، عملت كالامار كعبة كعبة، راهو في رمضان مستهلكوش برشا. ونحيت منه بارتي عملت منها بيتزا من غدوة. والكعبات الكروفيت هذيك راني قصيت لها ساقيها وقصيتك هكاك اللي طالع كيف يخشمها هذاك قصيته، وتنزل لها على راسها يطلع منها كل مصران وكل تغسله. وبعد بالكوردون وريتكم عندي فيديو موجود، تجي في الوسط هكايا ودك تحت القشرة تجبد المصران الكل تجمع تنظفه. وهو في الحالة هذيك حطيت ورقات رند، راح حطيتهم بعد انا اشتقت اللي ما صورتش اني وريتهم لكم. حطيت ورقات رند تو هكا نخليهم هكا يتقليو، ونرميو عليهم ديريكت الطماطم الخضراء بعد ما رحيتها. هنا ذكرت لي انا الطماطم الخضراء حطيتها كلهم، ما خليتش شويه للشوربه. نجم راهي مطيبهاش بطماطم خضراء، ما انا حبيت نحط ما فيها شويه طماطم خضراء. الفيديو هذا موجود عندكم من قبل في القناة، موضح أكثر من هكا، ما حتى هكايا راهو تفهموني يعني. ما فلتش عليكم إيتاب صعيبة ولا حاجة، جيست من الأول في عظمة نوريكم من الأول كيفاش نحضر كل شيء ونقطع وكل، جيست حتى لكم كل في الكروانة نختصروا الوقت. نحنا ما عنا حتى مشكل، حتى كي فيديو مجينيش طويل. نخليو تويكا الطماطم الخضراء تتقلى، نزيدوها شوية طماطم حكا كي مغرفة. وهنا حطيت القرنيط، ما هوش برشا القرنيط الحق، قسمته بين الشوربة والسباجيتي. ما كنتش انا باش نحط، بعد قلت خلينا نحط هكا طريف، خاطر نعرفوا نحنا القرنيط القوة متاعو قوية، معني كسمته راهي القوة مشات ياسر في الماء، والماء لونه احمر من مرقت منه شوية انا للشوربة وللمقارونة، اما مش برشا باش ما تجيش قوية برشا. وجيت تويكا حطيت الثوم وحطيت شوية حبق شايح. ما عندكش حبق شايح مش لازم تحط، راهو اختياري. وما عطاش قو خايبة الحق، عطا قو بنينة الحبق الشايح موجود، وراهو تلقاه عند التوابلي. اما كان ما عندكش مش لازم تحط. الثوم من هنا مش مهرس، اني عملته بكل نبشر بها الجبن هذيك تك تك في ساعة في ساعة، ظهرت لي اسهل. هنا ما نخبيش عليكم عندي زوز في العالم ياكلوش في دماء، ياكلوا الصوص عادي،
أما ما ياكلوش في دماء. مشيت خرجت طرونشيت لمبوكة، فوحتهم كان الكركم ما حطيتش فيهم كركم، حطيت لهم ملح وفلفل أكحل شوية ملح مش برشا، وفلفل أكحل فلفل أحمر كهو، الكركم ما حطيتش، وحطيتهم في الآخر يطيبوا مع في الصوص. كان عندكم شكون ما يحبش في دماغ كيما اللي عندي أنا تعمل هكيك يعني بالطبيعة مش باش ياكل مقرونة صوص هكا هو، تبي تحط له طرف حوت يعني ما يقلقش. وهذه رشة الحبق اللي حطيتها، رشة صغيرة عرفتو، يا ويلي نحط يا ويلي ما نحطش، بعد قلت برا يا سيدي ما نحطش خاسرة. هنا الصوص متاعنا حاضر تكمل تعمل غلوة جديدة، غلوة صغيرة معاك عباد حوت، ونتنقلوا لشربة شيش بقرنيط. الكوكوط راهي مهيش مسخة، كنت صامتة فيها القرنيط يعني باش تعرفوا برا يعني حبيت نقول لكم راهي مهياش مسخة اني كنت صامتة فيها القرنيط، وما حبيتش نغسلها على خاطرني مزروبة ودخلت اخر لحظة للكوجينة وكهو كهو ميسالش طبعا تغسل فرد المرة ما فيها شيء، ما بيها شيء بزيد نكهة ميسالش. المهم حطينا كيلو زيت زيتونة كالعادة، اللي ما عندوش زيت زيتونة متسانسي طيب زيت نباتي هو حر، أما ننصحكم زيت زيتونة ديما أبن وأنفع في الماكلة، وكل قدير وقدره. حطينا بصل قصيناه جويد، وكالعادة التابل والكلافس من الكونجيلاتور مقصوصين من قبل. ونحب نقول لكم زيادة اللي راهو ديما الحاجة فرشكة وخضرة راهي ديما أفوح وأبد، أما غير هكا نحنا نحب نربحوا الوقت. والقرنيط الكونتيتي الأكبر خليتها للشوربة، آه راني صامتته من قبل مني قلت لكم، خليت شوية من الماء نتاعو خاطر الماء نتاعو يولي لونه أحمر ويغمق لي الشوربة، ما نحطش منه برشا، حطيت منه شوية شوية ثوم، نخليهم يتقليو وتطلع الريحة البنينة، ونبدأ نفوح. كالعادة الفحات ما نسحقش باش نقول لكم اللي هي فلفل أكحل ملح كركم فلفل أحمر. هنا أنا عندي المعون متاع اللي لحيت فيه الطماطم شللته بالماء وحاجتي بيه ومش نحط وكتر في ماء في شوية صوص، وانا هذيا تقلت يعني برشا وما نحبش الزيت تقلى أكثر باش الزيت ما تحرقليش، صبيته وكملت خلطت أي طماطم وخليتهم يتقلي، وتو باش نبدا نفوح أصير قلبتها المرة هذه. أما والله ما ثم حتى مشكل إنك تفوح اللحم تاعك ولا حوتك ولا دجاجك من قبل، إلا في حاجة إلا في ديوغوسات معينة، وإلا مثلا تفوح بعد ما هبط التقلية بالأخص مع القرنيت يعني ما ثميش مشكلة جملة واحدة. كالعادة الملح فلفل أكحل كركم فلفل أحمر، هذوكم هما فحاتي. نقولها لكم ونعاود ونقولها لكم نحن بصفة عامة في مدينة نابل النوابلية الأصليين رانا ما نفوحوش بالتابل وبالكروية. التابل نستعملوه مع البقري في مقارونة وإلا هكا في ملوخية، باش نعملو مرقيس حاجة كيف هكيكة، يعني مش في كل شيء حاضر في المراقي ولا في الكسكسي الكل. والكروية كيف كيف الكروية ندور نستعملوها الفلفل مشوي، وإلا كان نعملو شي صوص مع المقلي. وكان ثم شكون من نوابلية ولا كيف يطيب يخلي لي كومنتات. حطينا فحاتنا الكل تقليت صوص طماطم تاعنا، وتو ما بقالنا كان باش نمرقوه. نحطوا الماء ونحطوا الطماطم بالطبيعة فحاتنا كل شيء على حسب الكونتيتي اللي باش نطيبوها. انا كما لاحظتوا
راني طيبت كونتيتي كبيرة. أول حاجة متاع نهارين زيد ولدي باش يهز منها معاها من غدوة السوسة، مني قلت لكم عندي سبت وحد هذاك نهارين كرفي يلزمني نقعد نطيب فيهم لولدي باش يهز معاه السوسة، خاطر عندي جماعة كاملة غادي بعيدة عليا، ونغطيها تويكا بالغطاء متاع الكاكوط من غير نقفلو. وقت اللي صاي تبدا تغلي نقفل عليها والحق الشرب هذيك تطيب في ساعة في ساعة. توا كهو شق قعدلنا السباغيتي باش نصمتو السباغيتي متاعنا. المقلة هيك حطيتها باش نبدا نقلي البريك، وبعد ما تصمت المقارونة تصمتت معانا نخليوها ناقصة شوية. هزيت الكفيد مير كل بالوش منقبة هزيته، وجيت صبيت السباغيتي في الصوص ونقعد نحرك فيها لين تتجمر، وهكيك تكون حضرت معانا سباغيتي في دمير. كعبات البريك هنكريتهم قاعدين يتقلاو. هذه الشربة متاعنا، شوفوا التكستور متاعها ولونها، وبالحق نمدكم ومن شهيكم وشهية طيبة للجميع. كما نوريكم فرد المرة سباغيتي، هذه سباغيتي متاعنا اللي حضرت فخود ميغ كما قلت لكم راني نحيتهم على شيرة. كل واحد بعد نطلع له سباغيتي وياخو بايو من الفريد مير هكيك خير ملي تغلثوها مع بعضها، على خاطر سباغيتي كي تهزها تقعد في دمير زينة تهبط الكل تلقاها كل في قاع الطنجرة. يساعد انك تنحيها كما عملت انا، وبعد كل واحد حط له في صحنه كيما هكا كيما ريتو. وإن شاء الله شاهية طيبة، ونودكم ومن شهيكم، ونتلقاو إن شاء الله فيديوهات أخرى. ما تنساش باش تشجعوني بالاشتراك وتعملوا برشا جيمات وتخليوا لي كومنتير أو أي استفسار، وبقى لي كان باش نقول لكم في أمان الله وبسلامة.